نزلت النفق علشان أعدي من جامع الأزهر للمكان اللي مفيش حد بيختلف عليه، وزي ما قلتلكوا المكان اللي رايحاه ده مش بس تراثي بالنسبة للمصريين، ده لناس كتير. أنا بقى في الحسين، وأكيد رحت خان الخليلي، وده بقى المكان اللي ليه قصة وحكاية. وحكايته بقى إن الأرض اللي عليها خان الخليلي كانت مقابر للفاطميين، وكان اسمه تربة الزعفران زي ما ذكرها المقريزي في كتابه. وبناء المعز لدين الله الفاطمي علشان يدفن فيه الفاطميين. وبعد سقوط الدولة الفاطمية المقابر دي أهملت وبقت خرابة. وبعد كده جه في عهد المماليك أمير اسمه جهركس الخليلي نسبة لمدينة الخليل في فلسطين، وده كان مسؤول عن اسطبلات الخيل في قصر السلطان برقوق. والأمير ده كان بيكره الفاطميين جدا علشان كانوا شيعة. وجهركس الخليلي ده كان بيحب التجارة جدا لدرجة إنه كان نفسه يعمل سوق باسمه، لحد ما لقى المكان ده فراح لصاحب المكان شمس الدين محمد اللي كان شغال في لجنة الفتوى ونيابة القضاء، وأجاز نبش القبور طالما هيكون مكان تجاري وهيعود على الناس الأحياء بالنفع. وعليها أخد رفات الفاطميين خارج أسوار القاهرة، وبنى خان الخليلي سنة 1382. وخان يعني سوق، والخليلي نسبة لجهركس الخليلي. وطلب منه السلطان برقوق يروح يحارب في معركة في الشام، ويموت هناك جهركس الخليلي وتنهش فيه الحيوانات في الصحراء، ومش معروف له مقابر بالرغم انه عمل مقابر كتير ليه بين الشام ومصر. ده فعلا كانت نهايته مأساوية. المهم بقى اني قابلت الراجل اللي غالي على قلبي، عم ابو الخير اللي اسمه على مسمى اهم عنصر في قهوة الفيشاوي، وكان زعلان قوي اني قابلته بالصدفة، ووعدته اني هجيله زيارة مخصوص. ودي كانت جولتي في الحسين وخان الخليل، وجميلة يا بلدي.